فيلمنا بيبدأ بحلبة الملاكمة دي، وبيكون واحد مدعوك بوشه الأسفلت حرفيا، ومرة واحدة بالليل اللي هو اتحدف من فوق الحلبة ونزل على الترابيزة دي، وبنلاقي واحد طلع على الحلبة وقعد يرحب بالجماهير كلها ويشجع فيهم، وينتقل بينا مشهد وبنروح لبيبو اللي كان لسه في الحلبة مدعوك بوشه الأسفلت، هو قاعد يرجع دم، ولقب الشهرة بتاعه هو القرد، وبيجوله على طول المدير الحانة وبيقول له الناس كلها كرهاك مش عارف ليه، بيقول له انا مش عارف انادي لك يا قرد ولا انادي لك يا بوب، وبنلاقي ماشي، وبنلاقي مرة واحدة البوب ماشي وراه وبيقول له انا عاوز فلوس، وفعلا بيديله فلوس، واول ما بيجي يشوف الفلوس بتاعته بيلاقيها ناقصه كتير، يروح يقول له الفلوس ناقصه، بيقول له ده مفيش منك اي فايده، انت حتى لو كنت رقاصه كان زمان اديتك الفلوس كامله ماشي، وبنسيبه وبنمشي وبنروح البوب واقف مع واحد صغير وبيقول له انا عاوز فلوس، وفعلا بيديله فلوس، وكان البوب بيديله مهمه اللي هو يسرق التليفون ده ويجيب معلومات عن ايفا، فعلا الواد بيبدا يقول له عن المعلومات اللي هو عارفها كلها، اللي هي بتقعد اكتر معظمها في المطاعم، وبعد الظهر بتروح تقف في كافيه تشرب القهوه بتاعتها، وبعدها بتروح الحانه بتاعتها وتفضل قاعده هناك، وبينتقل بين المشهد لإيفا وقتها وهي قاعده في قلب الكافيه، وواحد شحات راح لها بيقول لها حاجه لله، بتقول له ربنا يصلح حالك يا ابني ويكون في عونك، حتى انتوا المصريين خلطتوا على الهنديين وانت هنا، وبالليل الشحات قاعد يحرك في الترابيزه بتاعتها لما وقع الحاجه بتاعتها على الارض، ومد ايده في الشنطه وخد منها البوك بتاعها، وبنشوف هو ماشي ومره واحده ساب الكرسي وطلع يجري، ويفضل البوك يتنقل من ايد لايد لما بيوصل للبوب، وبنشوف ساعتها هو داخل المكان ده ويكون عامل زي مطعم كبير، تخش جوه الايفا وتكون قاعده على المكتب بتاعتها، وبيقول لها انا لقيت البوك دي مع ناس وقاعد يتعارك بره عليها وعايزين ياخد الفلوس اللي فيها، بس انا جبتهولك بكل حاجته، بيديهولها فعلا، وبتقوم جايه مطلعه فلوس وبتقول له خد، بيقول لها لا انا مش محتاج فلوس، انا محتاج وظيفه اشتغل فيها، تقول له انت معاك سي في او اي حاجه اللي انت هتشتغل بيها، بيقول لها لا، تقول له خلاص ده خد الفلوس ومشي من هنا، بنشوف هو اكنه شايل هموم الدنيا كلها على دماغه، وبيقول لها بص على ايدي انا عاوز اشتغل في اي حاجه، ان شاء الله اشتغل اغسل مواعين، اشتغل امسح حمامات، اي شغلانه الموظفين مش راضيين يشتغلوها، وفعلا بالله اللي هو بيشتغل اللي هو بيغسل مواعين، بالله الشخص داخل عليه وبيقول له اسمك ايه، بيقول له اسمي بوب، بيقول له انت بتعمل ايه يا بوب، بيقول له انا بنضف زي ما انت شايف كده، وبنلاقيه بيقول له انا ما اظن اني شفتك قبل كده، بوب بيقول له لا انت ما شفتنيش خالص قبل كده، هو اكيد بيعمل ده كله عشان بس يتعصب، وبيقول له انت شغال هنا بتعمل ايه، بيقول له انا شغال بنضف وبغسل المواعين، والمدير بيشوفه بيقول له بطل ترازي في الناس، فبيقول له انا بس بشوف العمال شغالين ازاي ونيتهم عامله ايه، بنتقل بينا المشهد باللي بوب وهو داخل على الراجل ده وبيديله فلوس وبيقول له انا عاوز سلاح، مره واحده الراجل بينادي عيل صغير وبيجي وبيقول له وديه عند الراجل بتاع الاسلحه، وفعلا بياخده وبيوديه هناك، اول ما بيوصل الراجل بياخده جوه بيفضل يفرجه على الاسلحه كتير قوي، وبينقي ما بين كل الاسلحه السلاح الصغير ده، وبعد ما بياخده بينتقل بينا المشهد تاني وبنروح للمطعم، بوب بيكون قاعد جوه عند المديره وكان بينظف الجو عندها وبيعمل لها شاي، شوف مره واحده كرينا دخل للمديره بتاعتهم وبالله فلوس، وبتقوم جاي مديله فلوس وبيقوم ياخد بعضه وطالع بره ماشي، وبالله مره واحده اللي بوب طلع يجري وراه وبيقول له لو انت عاوز تكسب فلوس كتير هقول لك، قام جاي قال له قول اكسب فلوس ازاي، قال له تعالى راهن حلبة المصارعه على واحد اسمه القرد هو هيخسر وانت تكسب فلوس، قام قال له ده اللي ضمن لي، قام جاي قال له هو انا القرد وبكسب فاول بس جولتين والجوله الثالثه ما بكسبش، قام كريم قايل له طب إيه انت مستفاد ايه، قام قال له ترقيني بس، وفعلا بنتقل بين المشهد وبنروح لبوب وهو في حلبة المصارعه، وده اللي اتخانق مع الراجل ده وكان مسيطر في الاول، بس بوب بيسيب نفسه الراجل بيديله الضربه القاضيه وبوب بيغمى عليه، وبنعرف اللي هو كده حقق طلبه، وبنروح للمطعم تاني وبنشوف المدير على طول وطلع المرتبط VIP، فضل له تعليمات كتير واهمها قسم معايا حد ولا تعمل اي حاجه مش مسموح بيها، وتعلم بسرعه واعرف كل واحد بيشرب ايه علشان تنزله تلقائي من نفسك، ويفضل يعرفه على الناس كلها وبيقول له اللي ده اكبر زعيم عصابه في الهند، وكوكا ده واكبر زعيم عصابه واسلحه ومخدرات في الهند والصين وامريكا، وبنشوفه هو نازل عند العربيات الفخمه دي جدا لامبورجيني وعربيات كتير، مره واحده بنشوفه واقف قدام التوك توك ده، ايه يا عم ده انا قلت انت اول ما توصل هناك كده تقول هنركب عربيه لامبورجيني ولا عربيه حلوه، وبالله اللي بوب اصلا مستغرب جدا، وتاتا غارينا بيقول له اركب يلا، بيقول اول ما بوب بيركب بيقول له شد الحزام، بيقول له شد الحزام لا ده توك توك عادي، قال له شد الحزام، وبنشوف اللي التوك توك برضه صاروخ ارض جو ماشي، وبيلفوا بقى حبه وبنرجع تاني وبنشوف اللي بوب واقف في المطعم ويبص للناس هم قاعدين مع بعض، وبنلاقيه بيتعصب جدا، بياخد نفسه قام جاي ماشي من المطعم وطالع قاعد بره، والكلب ده بيعدي وبيروح له بيفضل يتكلم معاه وبيجيب له اكل، وبنشوف البنت دي جايه وقام قاعده جنبه وبتقول له ما تهتمش بيه كتير عشان مش كل يوم يجيلك هنا،
وبنشوفها وهي ماشيه هو بيروح يمسك السلاح يفضل يضرب على الصوره دي، وبنشوفها وهي متخرمه من كل ناحيه. وبنتبقى ماشي وهو داخل على قلب الشغل وبيخش والجهاز ما بيديش انذار، بس هو بيطلع من البيت تاني وبيكون بيصفر الكلب، وفعلا الكلب بيجي وبيكون معلق في رقبته المسدس، وبياخد المسدس ويطلع فوق على الشغل بتاعه، وبيكون معاه الصينيه ديت وعليها بودره وبيوزع البودره على الناس. وبيبص على الشخص ده مره واحده بيتعصب اللي داخل الحمام وقام جاي بايل شعره وقام جاي طلع تاني ومديله بودره. اول ما بيسحب البودره بنشوفه مناخيره مطلعه دم، وبالله داخل على الحمام وهو دي بيكون مفتش، وبالله البوب داخل وراه ويفضل واقف جنبه لما هو بيخلص غسيل، وبالله اللي هو بيقول له ادي يا كلب اللي انشفى. وبالله مره واحده البوب قام جاي مطلع عليه السلاح وكان خلاص هيموته، بس احنا معانا مفتش اكيد يعني مش هيبقى سهل. مره واحده بيسمع صوت في الحمام والبوب يقوم جاي من دماغه راحه معاه. بس يا جماعه قبل ما اكمل انا ماليش دعوه باي حاجه بتحصل في قلب الفيلم ده، انا ملخصه ومطلع كل حاجه منه في اداء التفاصيل عشان هو مليان ذنب وقرف. لو انت تسمعه انا شايل ذنبي من كل حاجه انت تسمعها. وبنشوف اللي المفتش اشتغل عليها غشيم جدا ومش رحمه، وبيكون البوب مش راضي يعمل اي حاجه، بالله نازل في تخبيطه مش رحمه، وبيكون المفتش عظيم جدا بس البوب بيحاول يعمل اي حاجه ما بيعرفش. وبنشوف المساعد المفتش خلاص راح يمسك السلاح، بس البوب قام جاي ماسك رجله وقام جاي شديدها، قام جاي راسه جاي في قلب القاعده بتاعه الحمام وموته ساعتها. وبنشوف هو ماسك المفتش خلاص وكان هيموته بالسلك اللي معاه، بس المفتش ما بيكونش سهل للدرجه دي. وبالليل اللي هو قام جاي ماسكه وحدفه ونزل فيه تخبيط تاني وبيطلع السكينه دي من رجله حاططها في قلب رجله، وكان خلاص هيموت البوب، بس البوب بيمسكها من رجله وربطها في كتفه وبيقوم جاي كسر الازاز دوت ومعدي الناحيه التانيه، وبيكون خلاص هيطفش. وبيكون رجاله المفتش طلعت بره وخلاص هيتمسك وبيكسروا الباب وبيخشوا، بس مره واحده بنشوف اللي البوب شاف الازاز ده وطلع يجري عليه وقام جاي خبط فيه وقع على الارض، وبنعرف ان الازاز ده مقاوم للصدمات. وبالليل اللي مره واحده رجاله المفتش كلهم جم عليه وكان خلاص هيجيبوه، بس البوب مش سهل. بالليل اللي هو نازل فيهم تخبيط، ومره واحده بالليل اللي هو نزل تحت في قلب الجراج وخد التوك توك بتاع المدير بتاعه ومشى، والمدير بيركب معاه في اخر لحظه. وبالليل اللي هم طلعوا يجروا والشرطه راح تجري وراهم ومش سايباهم. مره واحده بنشوف ان البوب اتفتل البت ديت وقام جاي عربيه الشرطه داخله فيهم والبوب وقع على الارض. وبالليل اللي مره واحده واحد من الشرطه نزل عليه ومسك حديده وقام جاي خبطها فوق دماغه والبوب اغمى عليه فعلا وقتها. وبنشوف هو بيصحى وبيعرف اللي هو في عربيه الشرطه وقام جاي نازل في عربيه الشرطه تخبيط وماسك السلاح بتاعهم وموت الكل وقام كسر القفل بتاع العربيه وقام جاي ازح منها على العربيه اللي وراها. وبنشوف هو داخل على البيت ده وطلع فوق وبيكون بيت دعاره يا صديق، وصاحب البيت بيطلع عليه وبيقول له انت جايب لي الشرطه لما عندي، وبينزلوا تخبيط في بعض ومش رحمين بعض حرفيا. واحد بيعدي من جنبهم بالله اللي صاحب البيت قام جاي جايب البلطه اللي معاه وقام جاي موته. ده ابو دين قال له يا صاحبي انت شغلك كله مع البوب ما تموتش حد تاني بقى. وبنشوف ان البوب خلاص كان هيموته، بس الشرطه بتخش عليه وقام جاي خبط الراجل طلقه في نص دماغه والبوب بيطفش منهم. وبنشوفه هو هربان وبيطلع يجري من الشرطه والشرطه بتقول له اقف. بالله مره واحده الهليكوبتر دي بقت فوقه وبتقول له ده اخر انذار ليك. ومره واحده بالله القناص بيقول اضرب، وفعلا بالله اللي هو بيضرب بنلاقي البوب واقف في قلب البحر، وبنرجع فلاش باك عشان نعرف هو بيعمل ده كله ليه. وبنشوف اللي بوب وامه اللي اسمها اليشا وهي ساحباه معاه وكانوا قاعدين يلعبوا مع بعض وبيجيبوا حاجات من الشجر. وبنشوف بعدها على طول اللي هم راحوا وكانوا قاعدين قدام المسرحيه دي وبنشوف العرايس وهي قاعده تلعب قدامهم. مره واحده بنلاقي اللي في ناس واقفين قدام القبيله بتاعتهم واللي هي الشرطه، والمفتش اللي هو البوب كان عاوز يموته موجود وبياخد اوامر من الكاهن، وفعلا بيخش على القريه واي حد بيقابلهم بيموتوهم وبيحرقوا في القريه. اللي ام بوب قالته ودخلت على البيت وتقول له اطلع الدور التاني وما تنكش خالص، وفعلا بيطلع. وبالله مره واحده المفتش اشتغل عليها وكان عاوز يغتصبها وخلاص كان هيعمل كده، بس مره واحده قام جاي مطلع سكينه من جنبها قام جاي معور ودنه بيها، قام متنرفز عليها وكان خلاص هيموتها، بس قام جاي سابها وقام جاي مغتصبها وقال لي العسكري اللي معاه يدلع عليها بنزين وموتها، وفعلا بيعمل كده. وبنلاقي اللي بوب نزل بيحاول اللي هو يلحق امه بس ما بيقدرش. نرجع تاني لوقتنا الحاضر وبنشوف الناس ديت وهي بتعالجه بالشيل الطرقه من جسمه وبيبدا يفوق على طول. اول ما بيفتح حيله بالله اللي هو بيبص على التمثال ده وبيجي واحد ويقول له اخيرا صحيت، وبيجي يبص هو على جروحه بالله كل حاجه بقت تمام لكن ولا اي حاجه حصلت. ويا صديقي الراجل ده بيكون اسمه تشارلي، وتشارلي بالله بيقول له انا تشارلي وحارس المعبد ده. وبينتهي بينا المشهد وبنشوف الاخبار دي بتقول ان البوب ومساعده ارهابيين وحاولوا ان هم يقتلوا المفتش. ونرجع تاني البوب وهو ماشي وصل للحفل بتاع الناس ديت وقعد معاهم هما بيطبلوا وبيرقصوا وبيضحكوا كلهم بس هو ما بيضحكش. بنشوف اللي تشارلي بص عليه وعرف اللي هو ما بيضحكش ولا عنده نفس اللي هو يضحك. بعد ما الكل بينام بالله اللي هو الوحيد اللي لسه صاحي وبتروح له تشارلي وبتقول له في ايه، بيقول لها بسمع صوت واحد بس اللي هو بيتكرر في ودانه هو صوت صرخاتها، وبيقول يا زميلي على صوت صرخات امه وهو ما لحقش انه يلحقها. وبنشوفهم هم رايحين عند الشجره ديت وبيفضل تقول له الشجره ديت القرد اللي بناها لنا، وبتفضل تتكلم وبتقول انا هديك الوقت هو خرقه، وبترشه في وشه حبه شطه على اساس اللي ده تعني اللي هتديله
بيديله القدره وكده. وبنشوفه بيبدا بيحصل معاه حاجات غريبه قوي بالله، اللي هو ايده راح عند صدره وفتحها. وبعدها على طول بنشوف البوب راح عند جيس الملاكمه ده، واول ما بيخبط البوكس الاولاني بنلاقي اللي كتفه وجعه وبيستحمل، وبالليل اللي هو شغال تخبيط فيه. ومره واحده بنسمع طبله وبيكون الراجل ده هو اللي بيطبل، وعلى اساس اللي هو يدربه مع الطبله. وفعلا البوب بيعمل كده، وبتلاقيه بيضرب على قد الطبله اللي هو بيطبلها بيضرب بوكسه زيها. وفعلا بيفضل كده فتره اللي هو يتدرب والراجل يطبل. بالله اللي اهل القريه كلهم وقفوا وبداوا يسقفوا ويكونوا فرحانين جدا اللي هو بقى بيعمل كده وبقى بيتحسن. وبالله اللي الراجل بيقول له كمل. وبالله اللي بوب خلع القميص، ومره واحده بيلاقي اللي الكل بدا يسقف ويصفر ويضحكوا. هو نازل تخبيط في الكيس الملاكمه ومش راحم نفسه، وبدا اللي هو يرفع ميه كمان ويفضل شايلها لفتره طويله، وبيفضل واقف كده ومستحمل كتير وعادي خالص بالنسبه له. بنتقل بيها المشهد وبنشوف الكاهن اللي هو اسمه تشيكالي، وهو قاعد يقول الدنيا كلها انا ماشيها صح وعلى حق على طول والكل غلط، وبيقول المرشح اللي متقدم على اسمي هو ده اللي هيكسب. وفعلا كله بينتخبه وبيكسب. وبنشوف اللي البوب وهو داخل عند الصنم ده وبيعبده، وبيجي يبص على الفلوس اللي هم محوشينها بيلاقي فلوس قليله خالص. وبينتهي بقى المشهد وبنشوف البوب وهو داخل حلبة الملاكمه باسم القرد. لا المقدم بيقول ان احنا جبنا واحد من الغابه واسمه القرد، وبيقول واكيد كده هيخسر وما يعرفوش البطل بتاعنا مجهز لهم مفاجآت كبير. والكل بيبدا يشجع في اللي قدامه وبيكون اسمه الافعى، ودوبك بيخش على القرد ما بيدوش الا ضربه واحده وبيكون مخلص عليه. وبالله اللي مقدم الحلبه بيقول انا هجيب واحد اجمد منه، وبيجيب هالك. وفعلا هالك بيجي وبيخش عليه، والمقدم بيقول له علمه الادب. وبيكون فعلا هالك ده غشيم حبتين، بس الكلام ده مش هيفرق كده مع بطلنا وانتم عارفين بكده. وبيكون غشيم في الاول بس البوب بيكون مسندل معاه. وبالله اللي القرد قعد يضربه حبه وقام جاي مديله الضربه القاضيه، وكان خلاص هيخلص عليه بالمطرقه دي بس ما بيرضاش. والكل بيفضل يشجع باسمه المره دي، مع انهم كانوا كلهم بيشجعوا باسامي اللي ضده. وبنعرف ان الفلوس اللي كسبها راح اداها للقريه اللي هو كان فيها، وبيسيب لهم رساله مكتوب فيها انه يروح يجيب حق امه. وبنشوف الجيران هو جايب الهليكوبتر بتاعته، والناس بتكون فرحانه جدا وعامله احتفال باسمه تحت. وبنشوفه نزل عند الهليكوبتر وراح يركب العربيه وبيتحرك، وبنلاقي الناس كلها بتمد ايديها على اساس اللي هتاخد منه البركه وكده. ونخش جوه عند المطعم، وبنلاقي اللي صاحبه المطعم تشتم فيهم وبتقول لهم انا عاوز الشغل يكون على السنتريك مفيش فيه اي غلطه، وبياخدوا دول الاكل بتقول جميل جدا. وبنشوف الناس دي كلها متجمعه عشان كرم اللي كسب في الرئاسه وكده. وبنروح نشوف ان البوب جو دخل عندهم جوه وخلع القناع ونزل في الاتنين دول التخبيط وخلص عليهم وخش على جوه. وبينتقل بينا المشهد وبنروح للجراج، والناس دي داخله عليه وقاموا جايين داخلين مره واحده ومختلين الراجل ده. وبنشوف الاكشن بقى صديقي، وبنرجع تاني للبوب ماسك اي حاجه يخلص بيها على اي حد ومش راحم اي حد خالص، نازل فيهم دعك ضرب اي حد كسر عظمه. تحس اللي هو بيطلع غضبه كله في اللي قبله ومحدش بيقف قدامه خالص، وبيخلص على الكل. بالله جايب الانبوبه دي وحطها على النار واخد السكينه ديت. وبنشوف الاتنين دول جايين على الاسانسير بينزل فيهم تخبيط وبيقفل الاسانسير عليهم ونازل فيهم تخبيط وبيخلص على الاول، والتاني بيبقى شديد معاه. بالله اللي هو دخل السكينه في قلب زوره بيمسك ايده وبيبعدها. بالله اللي هو قام جاي ماسك السكينه ببقه ومدخلها ومخلص عليه. اول ما بيخلص بالله اللي هو طلع فوق عند الجماعه دمت، والكل بيبقى خايف وبيطلعوا يجروا ومحدش بيفضل ثابت مكانه. ومره واحده بالله اللي هو طلع من جنبه حاجه زي شعله كده وقام جاي حادفها، وبينزل في كله تخبيط بقى. اللي بيجوا قدامه بينزل فيهم تخبيط وما بيرحمش ولا واحد فيهم، واللي بياخد منه ضربه ما بيقومش تاني ما بيكونش راحم، ولكنه بيطلع الغضب اللي جواه وكان كاتمه من سنين. وبنشوف مره واحده اللي هو اتحاصر من كل ناحيه وكان خلاص هيموت، بس الكلام ده هيحصل هنشوف الوقت. وبالله اللي مره واحده الناس دول مجم وبيخلعوا القناع، وبنعرف ان هم اللي كانوا معاه في القريه وجوم عشان يساعدوه. وبالله اللي الضرب نزل وما عدناش عارفين مين مع مين ولا مين على مين يا صديقي. وبالله اللي بيضرب شمين في شمال وما عادش حد راحم ولا واحد فيهم. بنشوف الاكشن بيحصل والبنات عاملين الواجب وبزياده ومش راحمين ولا واحد، واللي بيمسكوه بيخلوه عامل زي الجبنه في ايديهم. بالله مره واحده ان صاحبه المكان دخلت عليهم وماسكه سلاح وبتخلص على اي حد يجي قدامها، وكان خلاص اتخلص على البوب بس البنت دي بتيجي من وراها وبتقوم جايه خبطها ومخلصه عليها. بالله البوب راح لها وقام جاي مسك منها الصينيه اللي خلص عليها بيها وقام جاي قاطع سبعها وقام جاي حاطه في الجاكيت اللي معاه وطالع للدور الفي اي بي. وبيخش المكان ده وبيبقى فيه هدوء زياده عن اللزوم. وبعد كده عارفين يا صديقي الهدوء بيجي بعد على طول العاصفه. بالله مره واحده اللي هو خد ركب وطيارته. وبالله المفتش بيقول اخيرا خرجت من الشجره اللي انت كنت مستخبي فيها. وبالله قاموا جايين نازلين في بعض تخبيط وما عادش حد راحم التاني خالص. وبالله البوب سيطر ومش رحمه حرفيا وراح ماسك الجزمه ديت وقام جاي نازل فوق تخبيط بيها وقعد يطلع الغل اللي فيه كله، قعد يخبط بالجزمه لما خلص عليه خالص. وبنشوف وهو رايح عند الباب ده وطلع الصباع من جيبه وفتحه ودخل عند الدور اللي فيه الكاهن. والكاهن بيفضل يحكي له على الحكاوي اللي هو بيعملها كلها، على ان الكل مفكر اللي هو الشخص المثالي، بس هو مش الشخص المثالي ولا حاجه، هو بس عامل اسم لنفسه. بنشوف هو بيقول انا عارف اللي انت اللي على الحق
كله على الباطل، بس محدش هيصدقوك، هما بيصدقوني انا وبس. وبالله اللي هو راح له ومسك الشبشب وبيقول له الشبشب دي مش مصنوع لاي حد، ده مصنوع لوحده. ومره واحده بالله اللي الشبشب وقع على الارض وهو ماسك مسمارين في ايده، قام جاي خبط الاول في بطنه والتاني كان خلاص هيخبطه في صدره، بس بالله اللي البوب مسكه بايده وعافر معاه حبه، ولا اللي هو قام جاي موقع على الارض نازل عليه بالمسمار وما عادش رحمه خالص، وبيفضل يضرب فيه لما بيطلع غله. وبالله اللي لسه الكائن فيه الروح بيقول له ارحمني، بالله البوب بيقول له اللي بيرحم هو ربنا مش انا، وقام جاي ماسك المسمار وخبطه في نص دماغه. وعلى كده بينتهي فيلمنا. وبكده هيكون وصلنا لما نهاية رحلة النهاردة، رحلة مليانة توتر ومفاجآت ونبض سريع ما بيهداش. السما بحر كبير بس مش أي حد يعرف يغطس فيه صح، يعني هنا بنغوص عشان نطلع لك أحلى لقطات وأقوى الحكايات. لو مكمل معانا لآخر ثانية فأحب أقول لك أنت رسميا بقيت واحد من عيلة فيلمود، عيلة ما بيرضاهاش إلا الأكشن التقيل والغموض اللي يشد الأعصاب. ما تنساش تضرب اللايك وتشترك وتفعل زر الجرس عشان اللي جاي مش عادي، اللي جاي ضرب نار. مستنيكم في الكومنتات تقولولي نلخص إيه بعد كده. كان معاكم إبراهيم وسلام.